البنات بيلبسوا الحجاب دلوقتي على نص كم أو كم شيفون أو كم دانتيل. مش عارفة أقول إيه يعني هو ده بقى الحجاب دلوقتي ولا بقت حركات مسيحية؟ دي المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها. في الأفراح طبعا الموضوع بيزيد فيه يعني حاجات أسوأ بكتير من في الشارع. ممكن تلاقي بنات لابسين بدأوا يلبسوا الفساتين فوق الركبة وعليها حجاب. طبعا الفستان السواريه لغاية فوق الكوع أو تحت الكوع بحاجة بسيطة. ده كله لا يعبر عن الحجاب إطلاقا وليس له أي علاقة بيه خالص يعني. بالإضافة بقى للحركات اللي بيتبعوها في الفرح، حركات الوقفة، حركات المشي، حركات يعني برضو للأسف في بتبقى حركات رقص مبالغ فيها. يعني احنا المفروض ان احنا نفرح ونفرح الناس اللي احنا نحضر لهم مناسبتهم، بس بحدود المعقول. مش ان الاقي واحده محجبه ونازله يعني ما شاء الله بتستعرض بقى يعني رقص بقى على واحده ونص والدنيا باظت بالنسبه لها وتلاقي بتطلع في الفيديو مكبره والناس كلها واضحه وشايفه يعني شايفه كل حاجه على الفيديو على الشاشه اللي موجوده في القاعه. وبتفضل بقى مستنيه طول ما الذكرى دي موجوده بصاحبتها ان فلانه بالمنظر ده كانت بالمنظر ده جسمها كله كان طبعا ما شاء الله يعني. لا يعني ده كله ما ينفعش، ده كله ما ينفعش ملوش علاقه بالحجاب على الاطلاق. انت بتلبسي الحجاب ده بتلبسي بالسلوك والحركات بتاعته اللي تحفظ ليكي كرامتك وتحفظ ليكي انوثتك وتحفظ ليكي ادبك وحيائك وتربيتك ونقول ان البنت دي فعلا بنت محجبه وبنت يعني تلتزم بالحجاب كما يجب ان يكون. ده اللي انا عايزه اوجهه بالنسبه للحضور في الافراح بالفساتين اللي بتتلبس على الحجاب. شكرا لكم، تابعونا على قناه رساله ودعمونا بالاشتراك او بعمل سبسكرايب. السلام عليكم.